وإذا انتقلنا للشائعات، وضع برشلونة شكله معقد مرة. في كلام عن سباق لتجديد عقد ديونج ومصير نيكو ويليامز اللي لسه مو واضح، وكل هذا مربوط بقاعدة 1:1 المالية. تماما. وقاعدة 1:1 دي ببساطة يعني برشلونة لازم يدخل يورو من البيع عشان يقدر يصرف يورو على لاعب جديد، وهذا يفسر كثير من التحديات اللي عندهم. وبالمقابل نشوف الطموح السعودي يعني مستمرة بقوة. عرض النصر لجيسوس، كلام عن ثيو هرنانديز للهلال، دي مش مجرد صفقات عادية، دي رسائل عن طموح الدوري ومكانته. وهنا في نقطة تقاطع مهمة جدا بين السوق والبطولة نفسها، نافذة الانتقالات الخاصة بكأس العالم للأندية. فترة قصيرة فتحت من 27 يونيو ل3 يوليو. صحيح. وهذه النافذة مش مجرد يعني إجراء روتيني. تخيلي فريق يتأهل لدور ال16 بس يفقد لاعب مهم للإصابة أو ينتهي عقده. النافذة دي اللي تسمح بإضافة أو استبدال لغاية 6 لاعبين ممكن تكون فعلا شريان حياة تكتيكي، وممكن جدا تغير موازين القوى في الأدوار الجاية بعد استراتيجي جديد تماما وسط البطولة. فعلا